والدي الله يرحمه. دمعته كانت عزيزة. كان صعب ان هو يعيط، مش بالسهولة ان انا اشوفه في موقف ان هو بيعيط. من المواقف النادرة اللي شفت دموع ابويا فيها نازلة يوم وفاة السادات، الرئيس محمد السادات الله يرحمه. يوم اغتياله. اليوم ده كنت مع ابويا في الكويت، كنا رايحين، كان بابا بيشتري خروف العيد قبل العيد الكبير. واحنا في السوق وكده وبتاع، كان على المغرب كده. فبابا بقى اشترى الخروف وجاي، وانا كنت مستنياه عند العربية وكده علشان يحطه في شنطة العربية او الدبة، بيسموها الدبة هناك في الكويت. علشان والدي الله يرحمه دمعته كانت عزيزة. كان صعب ان هو يعيط، مش بالسهولة ان انا اشوفه في موقف ان هو بيعيط. من المواقف النادرة اللي شفت دموع ابويا فيها نازلة يوم وفاة السادات، الرئيس محمد السادات الله يرحمه. يوم اغتياله. اليوم ده كنت مع ابويا في الكويت، كنا رايحين، كان بابا بيشتري خروف العيد قبل العيد الكبير. واحنا في السوق وكده وبتاع، كان على المغرب كده. فبابا بقى اشترى الخروف وجاي، وانا كنت مستنياه عند العربية وكده علشان يحطه في شنطة العربية او الدبة، بيسموها الدبة هناك في الكويت. علشان فالراجل بابا كان جايبه جاي عشان يحط له الخروف في العربية وكده وبتاع. كانت الدنيا بتليل، انا فاكرة نوع العربية ساعتها كانت اوبل، كان بابا عندنا عربية اوبل كده، دي الاوائل الثمانينات. ف بابا كان مشغل الراديو وسايبني جنب العربية لحد ما يجيب الخروف ويجي. يعني احنا كنا في السوق، وعشان بس الناس ما تتخيلش ان سايبني لوحدي، يعني احنا في السوق وانا كنت معاه وقريب، فخلاص هو اتفق وكل حاجة، وانا سبقته عند العربية، واقفة عند العربية، وهو كان ايه مشغل الراديو في العربية. ف كان مشغل الإذاعة، فسمع وفاة الرئيس محمد السادات. دي كانت أول مرة في حياتي، الله أكبر الله أعظم، أشوف أبويا دموعه بتنزل. فالراجل بابا كان جايبه جاي عشان يحط له الخروف في العربية وكده وبتاع. كانت الدنيا بتليل، أنا فاكرة نوع العربية ساعتها كانت أوبل، كان بابا عندنا عربية أوبل كده، دي الأوائل الثمانينات. ف بابا كان مشغل الراديو وسايبني جنب العربية لحد ما يجيب الخروف ويجي. يعني احنا كنا في السوق، وعشان بس الناس ما تتخيلش ان سايبني لوحدي، يعني احنا في السوق وانا كنت معاه وقريب، فخلاص هو اتفق وكل حاجة، وانا سبقته عند العربية، واقفة عند العربية، وهو كان ايه مشغل الراديو في العربية. ف كان مشغل الإذاعة، فسمع وفاة الرئيس محمد السادات. دي كانت أول مرة في حياتي، الله أكبر الله أعظم، أشوف أبويا دموعه بتنزل. ما كنتش فاهمة ساعتها والدي كان بيعيط ليه، يعني مين ده وإيه يعني لما يموت، يعني ده مش قريبنا، مش من عيلتنا، مين ده اللي بابا بيعيط عليه، مش صحابنا، مين ده اللي بابا بيعيط عليه يعني. لما كبرت فهمت ابويا كان بيعيط عليه ليه. الله يرحمك يا ابويا، والله يرحمك يا سادات، والله يرحم جميع امواتنا. الغرض من الحكاية دي يعني انا متربية في بيت فيه سياسة شوية وخلفية سياسية شوية، ولكن الكلام في السياسة ما كانش، يعني احنا كنا صغنانين ما نتكلمش في السياسة، بس نسمع حكاوي. فعرفت قد ايه الراجل ده عمل للبلد. لما كبرت عرفت يعني ايه رئيس
عرفت يعني ايه رئيس دولة آه، شعبه يبكي عليه. باختلاف، يعني في ناس هتختلف معايا، انا ما بحبش اتكلم في السياسه، وناس تقول هو عمل وناس تقول هو ما عملش وناس تقول كذا وكذا وكذا، ولكن العزه والقوميه و انا مصري وانا رئيس دولتي وانا بحبه، ده والانتماء ده اتعلمته من ابويا. يعني ايه احب بلدي باختلاف ان فيها مساوئ فيها عيوب، اختلف في الرأي مع الناس، ولكن في الاخر كلنا قلبنا على حاجة واحدة. وشكرا.